أنا ما كان بدي إياك تزعل أبوك كرمال أبي. هذا البروكر أنا بموله بخيط الذهب، وأبوه الدكتور عصمان بموله بخيط الفضة. ولأني بحبك ما بدي أبوك يزعل من أبي. عصمت هو روحي، وأنا ما رح أنسى وقفته وعذابه مشاني. أنا طلبت من أمك وأبوكي إنك تروحي تسكني عندي بالبيت، وتعهدت إنك ما تلتقي بعصمت ببيتي. نحن أكبر من فريال ومن أخوها صاحب المشغل. اللي شلح عسكرك وضربهم مو عنا، شوفوا بغير حالك. رح أقول لك كيف انقتلوا عسكركم. بدنا نسرق ونعطيه، نسرق ونعطيه. ايه سيدي مو مشكلة، على نية التوفيق الفاتحة. انت بتعرفي حالك مع مين عم تحكي؟ أنا أم عزمي وبيقولوا لي أم الهمشري. واللي ما بيحسب ما بيسلم. إذا هالمرة ما تربى، المرة الثانية بده يتربى ورجله فوق راسه. شو المشاكل عم بتصير على كيفنا؟ ومين في أحسن من عصمت بالحارة ليجي ويخطبها؟ منين بتعرفينا؟ إذا بتطلع يا عنشوري طلع برات البيت، ما بقعد بخليك. الحاكمية لمت كل شباب الحارة وأخذوا ابني عصمت معهم. ومدير الداخلية السيد بهيج الخطيب صار رئيس الحكومة. أنا نبهتهم للشباب ما حدا يتشاكل مع الفرنساوي، بس ما بعرف مين عم يعمل هيك وليش. أقسم بالله العظيم إني أقول الحق ولا شيء. عندكم شاعر، هل تريدون قتل جنودنا ونظل ساكتين؟ ابني مطلوب للسلطات الفرنسية. في عملية احتيال وتزوير مارست علي. حاكيك